نطولها ونبمسك الكاميرا سوا، لازم 2.5 رجل. هاي جايز، فيديو النهارده يكون عن روتيننا اليوم السبت. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشارات. يلا نبدا. ليه يوم السبت بقى اللي هنعمل فيه يوم في حياتنا، لان ده اليوم الوحيد اللي ما عندناش فيه مدرسه، ما عندناش فيه دروس، حرفيا ما بننزلش من البيت. كل اللي بنعمله يا اما ان احنا نتكلم مع بعض او نعمل حاجه في البيت او نذاكر، فكل اليوم بيبقى مشترك بينا احنا الاثنين. باقي الايام بتكون دروس او مدرسه، يعني انا بروح المدرسه الساعه 7 الصبح برجع الساعه 2، وانت بتروحي الساعه كام؟ الساعة 11 برجع الساعة 4. فاول انا لما برجع هاخد ساعه بس راحه، هي اصلا بتكون في المدرسه فيها، وببتدي اذاكر. باجي بقى نتقابل امتى؟ عند النوم. بنتقابل عند النوم، فاليوم الوحيد اللي بنبقى مع بعض فيه اصلا. فقررنا ان احنا نصوره لكم ونشوف هنعمل ايه فيه مع بعض. بس حاليا مش هينفع نبدا نعمل اي حاجه في اليوم او في الحياه عموما غير لما الاوضه تتنضف. الاوضه دي لها شهر ما تنضف. شكل المكتب ايه بص شكل المكتب. معظم كتب انجي هناك، دي هدوم مش عارفه جت منين. معظم كتب انجي اصلا في اوضه تانية على مكتب تاني، فهي حتى بس خدت كل كتبها مش سايبه غير كام كشكول، فهنرجع كل حاجه مكانها. مش عارفه الحاجات اللي كانت هنا راحت فين وكله ده. وحتى التسريحه عايزه تتنضف، الدولاب عاوز يتروق كله، مش كله يعني، هي حاجات بسيطه. الهدوم كلها مرميه. وانستاسيا نايمه هناك، دول واعيين وعايزين نغير ملايات وكل حاجه. فيلا بينا. فيا جماعة، أول حاجة ابتدينا نرتب المكتبة. اول حاجه شلنا الكتب ونزلناها وشلنا كل حاجه موجوده على المكتب، وانا بنزل بقى الكتب. وقع على الكتاب على المج بتاعي، والشاليمو بتاعته كسر، كان ازاز، وكنت حرفيا زعلانه جدا، وملامحي كانت طول الفيديو قلبه، بس يعني عدى الحوار. بعدين قعدنا ان احنا نمسح الحاجات المتطربه ونمسح، كان في حاجات بقع كده مش عارفه جت منين، فقعدنا نمسحها بقى بالمنظف بتاع الخشب، وشالت الميداليات بتاعتنا وانا شلتها برضو. كان شكلها مش حلو، ما كانش عاجبني معاه. المهم ابتدينا ان احنا نرتب كتبنا وادواتنا المكتبيه اللي هي الاقلام والستيكي نوتس وكده، عشان هم كتروا. مبروك. كتروا جدا، وانا حرفيا كنت زهقانه وانا برتبهم عشان كانوا كتير جدا، والستيكي نوت فوق بعض والهايلايتر كتير. بصراحه يا جماعه، كل ما حاجتنا بتكتر كل ما نفسنا تتسد من الحاجه، فالاحسن ان احنا نقلل حاجتنا على قد ما نقدر، او نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها بس ما نزودش كتير. وبعد كده ابتدينا نرتب في المكتب نفسه، لو شايفين يعني. بعدين دخلت انا على الدرج، ابتديت انضف الدرجه. هي ما كانتش محتاجه غير الدرج الاول بس، فنضفنا وغيرنا كل حاجه في الاوضه، وطبعا غيرنا الملايه، اكتر حاجه مريحه. ونضفنا الاوضه عموما، بس ما كانش ينفع نصور ده كله، كان الفيديو هيطول جدا جدا جدا. وده كان شكل حرفيا يا جماعه الاوضه النهائي. انا كنت مرتاحه جدا، كان شكلها كده مريح للاعصاب ومريح للعين جدا جدا جدا، وكان الواحد برضو عايز ينام. اهم حاجه بجد يا جماعه. بس رتبنا السراير فما كناش عايزين ننام عشان نبوظها، فاهمين؟ والتسريحه كمان. فدي يا جماعه التودو ليست بتاعتي. هي حرفيا انا مش عارفه هي كبيره كده ليه، بس هي كبيره جدا، يعني فيها حاجات كتيره جدا، وهحاول على قد ما اقدر اخلصها النهارده، احاول. ودي التودو ليست بتاعت انجي، هي برضو كبيره. وبعدين ابتدينا نذاكر. انا قعدت على المكتب جوه الاوضه، وانجي كانت بره قاعده تسمع محاضره على الكمبيوتر، فانا هنا كنت بذاكر. وبعيدا عن قعدتي المتخلفه دي، بس كنت بذاكر يعني، وقعدت اذاكر شويه حلوين، وانجي برضو ذاكرت شويه حلوين. يوم ما توصل لحلمك يا صديقي وتروح الكليه اللي بتحلم بيها من زمان واللي كل الناس شايفاك فيها من زمان، كل الناس اللي بتحبك واللي مش بتحبك كمان هيحكوا ويضحكوا بيك، وهيبقى في قصه جميله قوي هتعيشها لمده اسبوع او 2 او 3 او شهر، هتكون انت البطل بتاعها بس محدش بيشاركك. لما توصل لحلمك هتسبق ناس كتير قوي، وهتختلف عن ناس كتير قوي، مش تكبر على فكره، لكن ربنا امرنا بالسعي والاجتهاد، ووعدنا بان النتيجه تكون مبهره جدا جدا. ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. خلصت اول حاجه عندي الكيمياء، كان عندي درس المفروض اذاكره، ذاكرته، وكمان لخصته في ورقتين. هو المفروض كان ياخد ورقة، بس انا حبيت الخصه بالمنظر ده في ورقتين. وانتي دلوقتي بتذاكر بره على الكمبيوتر، بتسمع محاضرة، فانا دلوقتي هكمل باقي الدرس ده، احل عليه وكده وادخل على الدرس اللي بعده.
بقول لكم يا جماعه ان انا خلصت 2، اول واحده وتاني واحده. يلا عقبال الباقي. انا بموت اصلا. خلصت ايه؟ حاجة واحدة. ايه المحاضرة سمعتها. قضيت 3 أيام في محاضرة واحدة. خلصنا كمان دي. جماعة انتوا مفكرين عشان احنا عندنا مكتبين في الأوضة وجنب بعض وكده بنذاكر جنب بعض والكلام ده؟ ما بنطقش نذاكر جنب بعض. فانجي بتيجي في أوضة فاضية خالص، اهو أوضة مختلفة فيها شباك أكبر على فكرة. بتحط تحت الشباك ترابيزة قديمة عندنا وبتحط عليها بطانية عشان بتدفيني مش عارفة. وتحط الحاجات اللي هي عايزاها وتقعد تذاكر عادي. فبلاش تتحججوا وتقولوا ما عندناش مكاتب والكلام ده، احنا عندنا بنتهرب منها عادي. يا جماعة انا حاليا مش في الأوضة ولا بذاكر، انا حاليا في المطبخ. بعمل ايه في المطبخ؟ فانا حاليا بعمل غدا علشان ماما مش في البيت، فهضطر انا اللي اعمل غدا. وطبعا انجي نايمه. اكيد انا مش هعمل سمك، بس لسه هعمل رز ولو سلطه او ممكن اكسل يعني. المهم هعمل غدا وارجع لكم تشوفوا الغدا في الاخر شكله ايه. يا جماعه المفروض ان انا كنت اقعد اذاكر وكده، بجد انا من الساعه 3 وانا مش قادره وحاسه ان دايخه تعبانه ساعة لما رحت اعمل اكل، ولحد دلوقتي انا مش قادره وحاسه عايزه انام، مع اني انا نايمه كتير جدا، نايمه 9 ساعات وعايزه انام دلوقتي الساعه 9، ما كملتش 12 ساعه صاحيه وعايزه انام. فانا مش عارفه ده بسببه ايه، فلسه هكشف. فانا دلوقتي هنام بصراحه، مش قادره ما عملتش اللي عليا، ما عملتش حاجه، ما عملتش غير جزء منه بس نصه تقريبا، بس مش مشكله. انجي دلوقتي هتعمل ايس كوفي وتقعد تذاكر عشان انجي عندها صحة. مش عندي صحة، انا عندي ملكمات كتيرة قوي، وانا عارفة ان انا حتى لو ما سهرتش فانا هقوم متأخر، فانا اسهر اذاكر بالمرة. It's over. وبس كده يا جماعة، انا ذاكرت خلصت الحمد لله. يعني درس العلوم بجد كان تقيل على قلبي بشكل رهيب. ما علينا، ده بيكون يوم النهاردة. انا رايحة انام حرفيا، انا هموت من العسل. الساعة تقريبا، هي الساعة مش تقريبا يعني، هي الساعة 12، هي الساعة 12 بالظبط. فانا لسه مخلصة برضو وتعبت خلاص، انا هروح انام على طول، هترمي على السرير. ما علينا. وبس كده بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، واشعارات، باي.